قدمت جمعيتان مغربيتان شكوى أمام المدعي العام ضد مجهول بخصوص الاستغلال الجنسي للأطفال. القضية فشلتها تصريحات لوك فيغي الفرنسي الذي نوه إلى تورط وزير فرنسي سابق في قضية الاستغلال الجنسي للأطفال. حتى وإن كان هذا المتهم وزيرا سابقا فعليه أن يعاقب على فعلته. ما أهمية أن نعاقب أشخاصا عاديين إذا اقترفوا الجرم لنترك الشخصيات المهمة حرة طليقة؟ نحن هنا مصممون على متابعة القضية حتى الوصول إلى المتهم الحقيقي. تصريحات لوك فيغي استعملت كشهادة في ملف القضية من قبل الجمعيات المغربية التي طالبت استدعاءه كشاهد. جمعية لا تلمس طفلي قررت كذلك تقديم شكوى في باريس ضد مجهول للضغط على المسؤولين للتعاون معهم لكشف المجرم وتقديمه للعدالة. نحن لسنا هنا لمطاردة الساحرات، نحن نبحث عن الحقيقة بكل بساطة. حسب المعلومات التي بحوزتنا، المتهم كان في قسم الشرطة، حاول الاتصال بشخصيات يعرفهم للخروج من المأزق. لماذا تمكن هذا الشخص الإفلات من العدالة؟ من هم المسؤولون المغاربة والفرنسيون الذين ساعدوه؟ بالنسبة لي يجب تحقيق العدالة. مدعي الملك أكد في تصريح له أنه لم يكن هناك أي شكوى قدمت لدى الشرطة حول هذه القضية. ما هو مصير تقارير الشرطة آنذاك؟ هل أخفيت عمدا ومن أخفاها؟ أسئلة ينتظر المغاربة الإجابة عليها بأحر من الجمر.